بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى تسليم صلى الله عليه وسلم. جمعة مباركة. اليوم إن شاء الله نجيو نديرو البربوشة اللي تكفي حوالي 8 أشخاص. عندنا طرف اللحم غني 3 أطراف يكونوا ملاح، فيهم الشحمة فيهم العظم فيهم باش البربوشة تاعنا تجي بنينة. عندنا حوالي 2 حبات طماطم مرحيين، عندنا راس حار، عندنا حبة بصلة كبيرة مرحية، عندنا حوالي 8 حبات ثوم مرحيين، عندنا مغرفة طماطم تكون مليحة معمرة مليح، عندنا فلفل الكحل منكثروش، فلفل الكحل، عندنا مغرفة مليحة كزبر، وعندنا مغرفة كبيرة فلفل الأحمر حلو، عندنا الملح، وعندنا حوالي 5 مغارف زيت، عندنا مغرفة صغيرة فلفل الأحمر حار، هذه الماركة تكفي 8 أشخاص. قلنا عندنا طرف اللحم غني، عندنا حبة بصلة كبيرة مرحية، عندنا 2 حبات طماطم، عندنا راس فلفل حار، وعندنا مغرفة طماطم مصبرة معمرة مليح، عندنا الفلفل الكحل، عندنا ملح، عندنا 5 مغارف تاع زيت، مغرفة مليحة معمرة كزبر، ومغرفة فلفل أحمر كبيرة، وعندنا مغرفة صغيرة تاع فلفل الأحمر حار. نحطوهم على الغاز يتقليو مليح ونكمل. هنا حطيناهم على الغاز كي تتقلى مليح نمرقو ونلوحو الحمص واللفت والخرشف. هنا من بعد ما تقليت الفرمه تاعنا مليح نجيبو نمرقو. بسم الله نمرقو بواحد ليطرتين ماء، والماء يكون سخونه ليطرتين حتى ليطرتين ونص، بس هذه المرقه قلنا تسقي 8 اشخاص. هكذا. ودوك نجيبو الحمص تاعنا، كميه من الحمص، هنا الحمص مشمخ باك ماهوش طايب، كاين اللي يطيبوه نص طيب ويلوحوه على الاخر. هنا عندنا لفت سعيدي، حنا في المنطقه تاعنا نقولوا لفت سعيدي. انا نلوحو حبات ومن بعد كي يطيب نقسمو لفت سعيدي. من جهه اخرى عندنا الخرشف، عندنا الخرشف مغسول ومقشر ومقطع هكذا. نحركو ونغطيو البرمه ونخليها طيب، نسولها الغاز نخليوها طيب. ونروحو للبربوشه. هنا نجيب البربوشه، عندنا بربوشه يابسه، انا مفتوله جديده ما نغسلهاش. كاين اللي يغسلها تعود قديمه، لازم تغسليها تصفيها في الكسكاس ومن بعد تحليها في القصعه، دير لها شويه زيت شويه ملح وتفوريها التفويره الاولى، من بعد تعاودي لها التفويره الثانيه، دير لها الماء وشويه زبده وتحليها مليح وتزيدي تفوريها، ومن بعد كي تسقطي وفي السيار ودير لها الدهان تريحيها وتكون واجده. انا هنايا عندي هذه مفتوله جديده ما نغسلهاش، ندير لها الزيت
ندير كميه مليحه من الزيت. عندي ملح باش ما ننساهش، نديرو على الاول كميه من الملح ونحل في الكاسه هكا ثم ندخل لها الزيت هكا، ودوك نحطها في الكسكيس ونحطها تفور التفويره الاولى هكا، شبعها زيت هكا باش ما تجينيش لازقه. هنا حطيناها تفور، خليوها تفور ومن بعد ديك الساعه نكمل. هنا من بعد ما فارت البربوشه تاعنا التفويره الاولى، نجيبو غرفيه هكا نديرو فيها الماء حمي اللي كنا فورنا فيه البربوشه، نحيو منه شويه، درنا فيه طرف زبده تاع بقري ونكبوه على البربوشه. هذا التفوار سهل البنات هذو الصغارات اللي حابين يتعلموا هكذا. حتى يخرج لنا الماء من تحت. قلنا درنا الماء الحامي من البرمه، درنا غميقه ونص هكذا، نحلوها مليح ودرنا طرف زبده تاع بقرات. دوك نزيدو نفورها هذوك، خليوها تربوزي واحد 10 دقائق تشرب الماء ذيك، ونفورها التفويره الثانيه، ومن بعد نسقطوها في السياره نديرو لها الدهين ونقدموها. وكاين اللي يحب يديرها تفوار في قطرات، نتوما تحبي قد ما تفور تجي مليحه، حيلها ريحه العجين تسمحي هكذا. نخليوها تربوزي بعد نزيدو نفورها التفويره الثانيه. هنا بعد ما نشفت نفتلوها شوي ونمشيو نفورها التفويره الثانيه. التفويره الثانيه لازم تكون على المرقه، فورها على المرقه باش تجي بنينه، فوروهاش على الماء. هنا نجيو نفورها التفويره الثانيه، هنا فورها التفويره الثانيه بصح على المرقه لازم باش تجي بنينه. هنا نجيبو البربوشه تاعنا من بعد ما كاين تفارت التفويره الثانيه، نفوروها في الكاسه، نجيبو السيار سقاط ونسقطوها كامل، نجيب لها الكرابع هذوك الكل. دوك نكمل نسقطها ونكمل. هكذا بعد ما سقطناها نجيو نديرو لها الدهين. عندنا الدهين نريحوها بالدهين ونقدموها مع المرقه. وهنا من بعد ما طابت المرقه تاع البربوشه وفورنا البربوشه، دوك نشوفوها على طاوله التقديم. وهنا البربوشه تاعنا تاع اللحم راهي وجدت، درناها باللفت والخرشف والحمص، جواز معها الزيتون واللبن والفلفل المرقد. بالصحة والهنا.